محمد رمضان، لماذا لا تتراجع شعبيته؟ محمد رمضان اسم يثير الجدل دائما، لكنه في نفس الوقت واحد من أكثر النجوم شعبية في مصر والعالم العربي. منذ ظهوره القوي على الساحة الفنية، نجح في خلق قاعدة جماهيرية ضخمة، ورغم كل الانتقادات التي يتعرض لها، إلا أن شعبيته تظل ثابتة، بل وتزداد. فما السر وراء ذلك؟ منذ بدايته، استطاع رمضان أن يقدم أدواراً متنوعة، بدءاً من الأدوار الجادة في أفلام مثل عبده موته والألماني، وصولاً إلى المسلسلات الاجتماعية مثل ابن حلال، ثم الأعمال التي تمزج بين الأكشن والدراما مثل الأسطورة وجعفر العمدة. هذا التنوع جعله قادراً على جذب شرائح مختلفة من الجمهور. يعتمد رمضان على استراتيجيات تسويقية ذكية، حيث يحرص على الوجود الدائم في السوشيال ميديا، سواء بنشر كواليس أعماله أو استعراض حياته اليومية، كما أنه دائماً ما يثير الجدل بطريقة تجعله في صدارة الترند، ما يضمن له بقاء الأضواء مسلطة عليه. أعمال محمد رمضان تمس فئات واسعة من الجمهور، خاصة الفئات الشعبية التي ترى فيه نموذجاً للبطل الذي يناضل ويصل إلى القمة. هذا الولاء يظهر في حفلاته التي تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأعماله التي تحتل المراكز الأولى في نسب المشاهدة. لم يكتف رمضان بالنجاح كممثل، بل دخل عالم الغناء وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيات مثل نمبر 1 والملك ومافيا. ورغم الانتقادات التي تطاله بسبب هذا الاتجاه، إلا أن نجاحه في الحفلات الضخمة يؤكد أن لديه قاعدة جماهيرية تستمتع بما يقدمه. يعتمد محمد رمضان على إثارة الجدل في كثير من الأحيان، سواء بتصريحاته الجريئة أو تصرفاته غير المتوقعة أو حتى الخلافات التي يدخل فيها. ورغم أن البعض يرى أن هذه الأمور تقلل من قيمته الفنية، إلا أنها في النهاية تحافظ على اهتمام الجمهور به. قد تختلف الآراء حول محمد رمضان، فهناك من يعتبره نجماً موهوباً يستحق نجاحه، وهناك من يرى أنه يعتمد على الإثارة أكثر من الموهبة. لكن المؤكد أنه حتى الآن استطاع أن يظل في القمة، وشعبيته لا تتراجع بل تستمر في الصعود. فهل سيتمكن من الحفاظ على هذا النجاح في السنوات القادمة؟